تخيلي تعملي جاتو شوكولاته بالارتفاع ده وباتنين بيضه بس، لا وكمان في الخلاط وكمان بدون شوكولاته. معايا النهارده هتعرفي ازاي تعملي 10 قطع من جاتو الشوكولاته اسفنجي ناعم وكمان اقتصادي وبأقل كميه بيض، بدون محسنات ولا مكونات معقده. لو عندك 2 بيضه في التلاجة وشويه كاكاو يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للاخر، لانه متاكده انك هتقومي تعملي الجاتو ده على طول. يلا نشوف طريقه النهارده مع بعض ونشوف المكونات وان شاء الله يعجبكم. قبل ما نبدا في الطريقه، حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي في فيديو النهاردة. بسم الله. المقادير: عندي هنا كوباية ونص من اللبن. الخطوة دي نقدر نعملها في الخلاط، بس أنا هشتغل بالهاند بلندر فمفيش مشكلة، يعني نعملها بالهاند بلندر أو نعملها في الخلاط، الاتنين هتدينا نفس النتيجة. كوباية ونص من اللبن وكمان عليهم كوباية ونص من السكر، وكمان عليهم كوباية إلا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى. بنجيب الكاكاو ده من عند مستلزمات الحلواني أو عطار يكون بيبيع كاكاو نضيف شوية، ما يكونش الكاكاو الفاتح. أنا عايزة الكاكاو اللي طعمه غني، لأن الكاكاو هو اللي هنعتمد عليه في طعم الجاتو بتاع النهاردة، لأن مش هنحط شوكولاتة ولا مكونات غالية. فلو الكاكاو عندك طعمه غني هيطلع معاكي الجاتو في منتهى الجمال. إنما الكاكاو بتاعك لو طعمه مش أحسن حاجة مش هتحصلي على جاتوه طعمه حلو وغني في الطعم. لما السكر يدوب هنبتدي نحط فانيليا، وبعد كده رشة بسيطة جدا من الملح تعدل لي طعم السكر. انا عايزة الخليط ده يكون طعمه حلو، لان انا هاخد منه جزء هستعمله كصوص شوكولاتة من فوق الجاتوه. هناخد جزء من الخليط ده كصوص للجاتوه. هيكون عندي كوباية من الزيت، هنزل بالتدريج كده سرسوب. لو بنشتغل في الخلاط بنفتح الجزء اللي في الغطا وبننزل بالزيت سرسوب صغير خالص. الزيت هو عامل الربط عندي للصوص. هتلاقي القوام بيتقل معاكم، مش هتلاقوا المضرب او الخلاط بيلف معاكم، هتلاقوه خلاص اخد السمك المطلوب. ساعتها توقفوا عشان تحافظوا على الخلاط او تحافظوا على الهاند بلندر بتاعكم. وده قوام الخليط المظبوط. هناخد منه كوباية هنستعملها زي ما قلت لكم كصوص. وكده بقى عندنا صوص شوكولاتة في منتهى الجمال واللذاذة. عندنا بقية الخليط هنحط عليه بيضتين وكمان نقطة من الفانيليا. ممكن نكمل بالخلاط او بالهاند بلندر، بس عشان اقول لكم ان هو الجاتو مش محتاج ابدا مكونات معقدة وبسيط وسهل، اشتغلت بالمضرب السلك العادي خالص. حطيت البيضتين واتأكدت ان هم امتزجوا كويس جدا بالشكل ده. هضيف بعد كده كوباية ونص من الدقيق. دقيق يكون جميع الأغراض، مش منخول ولا أي حاجة. على الدقيق هضيف معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ما تبالغوش أبدا في إضافة البيكنج باودر عشان الكيكة بتاعتكم ما تنفش زيادة عن اللزوم وتبقى مفرولة. وكمان عندي كربوناتو هضيف على طرف المعلقة حوالي ربع معلقة. التزموا بمقدار المواد الرافعة علشان الكيك بتاعكم يطلع مظبوط ومسامه تكون مظبوطة، ما تكونش مسامه واسعة ويهيش منكم في الفرن زيادة عن اللزوم ويقب منكم النص كده ويكون الأجناب بتاعة الكيك هبطانة. أنا عايزة كله يكون بنفس الارتفاع، يعني الأجناب زي المنتصف. 10 جرام بيكنج باودر و3 جرام بيكنج صودا، مش أكتر من كده. حسيت ان الخليط تقيل معايا مع الضرب، فحطيت حوالي تلت كوباية من اللبن. يعني انا ضفت حبة بحبة لحد ما وصلت لتلت كوباية. لما تلاقوا الخليط تقيل لازم تخففوه شوية علشان الكيك بتاعكم يطلع هش وحلو. ما تبالغوش برضو في اضافة السوائل، لازم يكون قوام يكون متوسط، لا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيكون بالشكل ده كده. بصوا كيك الشوكولاتة بيتكلم عن نفسه. شكل الكيك من قبل ما يدخل الفرن وهو يشهي بجد. عندي هنا صينية مقاس 30 في 40، مش هندهنها ولا أي حاجة، بس لازم نحط ورقة زبدة، ورقة كراسة، أي ورقة لازم نحط ورقة من تحت علشان تبقى سهلة علينا واحنا بنطلع الكيك من الصينية. الفرن هنا يكون سخن على درجة حرارة 180 وتكون الشبكة في النص، ومش هياخد معانا أكتر من ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير. ما تطولوش على الكيك في الفرن علشان ما ينشفش، احنا مش محتاجينه يكون ناشف، احنا محتاجينه يكون هش وطري. خد معايا حوالي تلت ساعة في الفرن، درجة الحرارة كانت هادية شوية، بس
طلع معايا برضه هش وطري جدًا، جدًا. الخطوة اللي أنا باعملها دي علشان أتجنب موضوع التسقية، وعلشان يبقى أطرى معايا أكتر وأكتر. غطيته ب كيس تلاجة علشان يحتفظ بالرطوبة بتاعته لحد ما يبرد تمامًا، وهابتدي إن أنا أنقله من الصينية علشان أشيل ورق الزبدة اللي من تحت. حطيت ورقة زبدة على الوش من فوق علشان ما تلزقش في الصينية أو الحاجة اللي باقلبها عليها، وعلشان كمان وش الكيك يطلع معايا بسهولة من غير ما أقشره ولا حاجة. بصوا مسام الكيك عامل ازاي، بصوا باين جدا انه هش وطري قوي. الخطوة دي ما نعملهاش الا لما الكيك يبرد تماما علشان ما يتكسرش مننا، وخليكم حريصين وانتوا بتقلبوه وانتوا بتقطعوه وانتوا بتنقلوه كمان علشان متقطعش منكم لانه هش قوي. طلعت معايا الورقة بكل التلزيق اللي انا مش محتاجاه. بصوا طراوته، بصوا الهشاشة بتاعته. تصدقوا بقى ان ده معمول من غير محسنات ومن غير مضرب بيض؟ هتصدقوا لما تجربوه ان شاء الله. قسمت الكيك بالنص. يعني لو الصينية بتاعتي مقاسها 30 في 40، كل قطعة من دول 20 سنتي. هحضر بعد كده الكريمة. عندي كوباية من المية المتلجة ونص كوباية من السكر، وعليها كمان كوباية من الكريمة الشانتيه. أنا مستعملة هنا كواليتي تارجت، وبصراحة من أحلى الكريمات اللي أنا استعملتها. استعملت سوبر ستار بالمناسبة. بعد كده ضفت معلقة من الكاكاو علشان عايزة الكريمة بتاعتي تكون بالشوكولاتة. ضربت الكريمة لحد ما بقت متماسكة بالشكل ده، أنا عايزاها تكون متماسكة. لو لقيتوها تقيلة على المضرب ضيفولها معلقتين مية بمعلقتين لحد ما تاخد القوام المناسب. الكريمة بتاعتنا مظبوطة، قوامها ممتاز. أنا مش محتاجاها خفيفة علشان تمسك لي الطبقتين كويس، ويكون كمان طعمها غني. في كيس تلاجة أو في كيس تزيين هبتدي إن أنا أحط الكريمة على أول طبقة، والطريقة دي مميزاتها إن كمية الكريمة بتكون متساوية في كل الكيك. ببدأ بالسكرابر أساوي الكريمة بالشكل ده، ولو مكان فيه كريمة أقل ببتدي إن أنا أبني له كريمة أو أحط له كريمة وأساويها بالشكل ده كده. أساوي الأجناب واظبط الكريمة بتاعتي تكون متساوية كده. هبتدي احط طبقة الكيك التاني. لو حابين تسقوا الكيك هنا مفيش اي مشكلة معانا، هيبقى اطرى واطرى واحلى كمان. بس انا محبتش اسقيه، هو كان قوامه مظبوط وطري قوي قوي قوي. حطيت كمية مناسبة من الكريمة وسبت شوية كريمة للروزيتات اللي من فوق. سويت الكريمة بالشكل ده، ومش هنسقع الكيك ولا اي حاجة. هناخد كمية الصوص الشوكولاتة اللي شلناه في الاول خالص، وبالمناسبة انا كنت حاطة في التلاجة يجمد شوية، وحطيت صوص الشوكولاتة من فوق، وابتديت ان انا اهز البورد كده علشان اوزع الشوكولاتة على سطح الجاتو. ولان الصوص كان في التلاجة فكان تقل معايا شوية، ابتديت ان انا اوزعه بالمعلقة، وعلشان اساوي السطح بتاعه بهز البورد بس بالشكل ده كده بالظبط. دخلوه التلاجة هنا بقى لمدة ساعة، ساعة ونص، لحد ما يبدأ يشد شوية، كريمة تشد والصوص كمان يشد أكتر وأكتر. وهنبتدي بعد كده نقطعه. عندي هنا شفشق فيه مية سخنة، وعندي كمان السكينة. بحط السكينة تكون طويلة شوية، والأفضل تكون اللي هي الطرنش المشرشرة، بس اشتغلت بالسكينة العادية خالص اللي في المطبخ واللي في مطبخنا كلنا. هبتدي ان انا اقسمه بالنص كده بالطول، وبعد كده أساوي الأطراف. وطبعا بين كل خطوة والتانية أنا بغسل السكينة في المية السخنة وبنشفها بجففها، وببتدي إن أنا أقطع الكيك. طبعا هنا المقاسات زي ما انتوا عايزين، ممكن يطلع معانا لحد 12 قطعة. أنا قسمت هنا 4 وهنا 3، 3 قطع بالشكل ده، فأصبح عندي 10 قطع. ايديا ما ظبطتش شوية في التقطيع، بس انتوا لو ظبطتوا ايديكم ممكن يطلع معاكم لحد 12 قطعة زي الفل. حطيت كمان روزيتات من الكريمة بسيطة جدا، وكمان وحدات من الكريز. قسمت كل كريزية من النص وحطيتها على الروزيتا. وشوفوا لي جمال جاتوه النهارده وحلاوة جاتوه النهارده. جاتوه بسيط هش سهل قوي. استعملنا فيه بيضتين بس، ما استعملناش محسنات كيك، ما استعملناش مضرب كهربائي ولا عجان ولا اي مكونات معقدة. هش قوي وطري قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا جدا.
مستنية الشطورة اللي هتنفذ الوصفة دي وترجع تكتب لي في الكومنتات إنها جربته وإن شاء الله يكون عجبها. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا كمان سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. كان معاكم شيماء، ومع السلامة.